السلام عليكم، يا هلا والله مسهلا، مساكم الله بالخير. اليوم أنا جالس مكان الراكب، أكيد بتنحر مزينة فلتر. عندنا اليوم الفلتر حق المكيف، راح أفك الفلتر وراح أشرح لكم ليش يطلع ريحة. أول شيء لازم نوفر هذا المفك، مفك اسمه ستارلينكي. فيه واللي ما يعرف اسمه يقول له مفك سداسي، مقاس 20 مقاس 20، هو مقاس المسامير هذه. بعد ما وفرنا المفك في مسامير هنا، لكن قبل نفك المسامير لازم نفك الدرج. راح أوريكم. أول شيء خليك راكب نفس المكان هذا، امسكه مع الجهتين هذه واضغطها على الداخل، اضغط. لازم نسحبها كذا ونطلع هذه المنطقة هذه، نطلعها برا نفس الطريقة هذه، نطلع هذه. لو تشوفون هنا في حبل نطلعه قبل، طلعنا هنا طلع كذا. بعد ما طلعنا الحبل فكيناه من مكانه عشان الدرج البستم يرجع ما يكون يصفق الدرج، هم حاطين الحبل هذا. انت تفك الحبل، ومن يوم تفكه مع الجوانب اصلا خلاص بينزل معك الدرج وينفك من تحت مع الفصلات تحت، هو راح يطلع من نفسه. بعد ما فكينا الدرج، الآن المسامير 1 2 3 4 5 6. المنطقة اللي تحت نسحب هذه سحب تحت، ندفها تحت. فكيناها هذه، وبعضهم يجي هنا لمبات، أنا ما يجي مترك. إذا جاء لمبة خلها كما هي، إذا طلعت رجعها، ما عندك أي مشكلة، عشان نفك المسامير ونطلع الديكور هذا لأنه وراها فلتر. الآن بعد ما فكيت كل المسامير، شلون نطلع الديكور الأبيض؟ تمسكه من تحت من هنا مع النص تسحبه، وبكذا يطلع معك الديكور كله هذا. تسحبه أنت وتطلعه برا. أنا كل هالشرح هذا عشان لا يلعب عليكم أحد ياخذ عليكم فلوس، الشغلة سهلة، أي واحد منكم يسويها. راح نكمل. في هنا لمبة حقت الدرج نفكها من هنا، شو هذه فكتها سهلة مرة. الآن فكيناه، هذه اللمبة فكيناه، طلع هذا برا، وعندنا فلتر قدامنا الآن راح نطلع حنا وياكم. جينا على الفلتر الآن وهو محور حديثنا. زي ما لو تشوفون في قراطيس جوا من برا جاية، شوف الكراتين الداخل، بس حلو محور حديثنا. المهم نفك بلاستيكة مع الكلبسات هذه، طلع هذا بلاستيكة. الآن قدامنا فلتر نسحبه، الآن نسحب الفلتر شوي شوي نسحبه. هذا هو، ما شاء الله. راح أوريكم بس الغبار. أنا طبعا مغيره قبل 40,000، قبل أشتري يمكن بشهر. راح أوريكم الغبار اللي داخله. أنا الحين هو الغبار كذا، أنا بقلبه وبطقه، شوف شلون. طبعا أفضل طريقة إنك تسوي كذا، إنك تطقه. التنفيخ يمكن بعض المرات يخربه، أفضل شيء لك كذا. وبعدين شوف الغبار، تشوفون الوسخ والتراب اللي عليه الكرامة. شوف هذا بس طقة خفيفة. شوف الرمل، شوف الرمل، كل شيء. نبي نطقة ثانية الآن. الآن هذه الطقة الثانية شبه نظف إن شاء الله. خلاص نجي ليش الفلتر يطلع ريحة بالصيف؟ إذا طفينا وشغلنا السيارة يطلع ريحة. وش المشكلة؟ ليش يطلع ريحة؟ أول شيء أحب أوضح أن فلتر مكيف من ورق الكرتون، فهذا اللي يخليه يطلع ريحة. يعني لو هو قماش ممكن انه ما يطلع ريحة، فهذا سبب انه يخليه يطلع ريحة انه كرتون. شلون نخليه ما يطلع ريحة هو كرتون؟ عشان ما نخليه يطلع ريحة لازم نخلي درجة حرارة المكيف فوق 20، يعني دايم تكون فوق 20. ليش تكون فوق 20؟ إذا كانت تحت 20 الثلاجة راح تبرد وتنزل موية على الكرتون، وبعد الكرتون يجمع وسخ، وبعدها الكرتون يجمع وسخ مع الموية
بتجيك الريحة. إذا كان فوق 20 ما يطلع الموية على الكرتون. طبعا الكلام هذا من تجربة 100%، أنا مجرب الطريقة هذه وراحت معي الريحة. في فكرة ثانية اللي مو بحاب إنه يركب فلتر كرتون، يركب فلتر انفينيتي اللي هو زي الباترول. موجود الفلتر قماش اللي هو حق الانفينيتي، وسعره تقريبا 200 ريال. اشترى وريح مخك. الآن أنا نظفت الفلتر، المرة الجاية ما راح أنظفه، لازم أغيره. خلاص هو يتنظف مرة خلاص، وبعده تغير. بعد ما نظفناه نرجعه الآن مكانه. طبعا كتابة النيسان تكون بالطريقة هذه، والسهم على تحت. ركبه بلاستيكة مكانها، ونرجع الدرج زي ما فكينا. طبعا طريقة ترجيع الدرج الأفضل لك إنك تركبه قبل ما تركب البلاستيكة هذه. يعني ركب الدرج عليه، ولو حبيت إنك تفك الدرج لكن بيصير صعب عليك، لو حبيت تفك البلاستيكة من الدرج تفكها عادي، ما عندك أي مشكلة. أنا برجع الدرج كما كان وبسكه، ثم بعدين نربطه مسامير. أركب لكم الآن وأوريكم. بعد ما رجعنا الدرج البلاستيكة، الشيء المهم إنك تجي هذا البستم وتركبه مكانه، ترجع مكانه هنا. الحبل اللي قبل شوي فكيناه وريتكم إياه نرجعه الآن. وتقدر تفك الدرج بدون ما تسوي الشغلة هذه، تفك الدرج مع بلاستيكة الجميع، لكن راح يكون صعب فك البلاستيكة شوي. تفك الدرج أسهل لك، ثم ترجعها مع بعض. أنا نرجع الدرج كما كان مع بلاستيكته. رجعنا الدرج كلبسات، بس أوزنه وطبقه يطلع معك مباشرة. رجعنا الدرج، الحمد لله ضبطنا كل المسامير، رجعنا الدرج مكانه ورجعنا الحبل، نظفنا فلتر، كل شيء رجع مكانه. إن شاء الله أن الشرح كافي، وإن شاء الله أن المعلومة وضحت للجميع.